السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ال- الطريقة الوحيدة اللي يقدر يخلص بيها النادي الأهلي من يسترب وبأقل الخسائر هي فيها خطوتين اتنين، وأتمنى إن رأيي ده يوصل للمسؤولين في النادي الأهلي. يعملوا اجتماع مع يسترب، وأول ما يوصل مكان الاجتماع يعرضوا عليه لقطات الفيديو لمارسيل كولر وهو خارج من مباراة الخروج المهين في البطولة الأفريقية السنة اللي فاتت، والجماهير بترميه أو بتضربه بأزاز المية، ونلفت نظر يستروب إن هو معرض إنه يحصل له نفس الموقف اللي حصل مع مارسيل كولر وأزيد منه. يعني مارسيل كولر كان جاب بطولات، ومع ذلك في أول إخفاق كان مهين، ده كان جزاؤه. ما بالك بقى ان يسترب ما جابش ولا بطولة؟ يعني ده الموسم بتاعه ده هيعتبر الموسم الصفري للنادي الاهلي. قلنا على الخطوة الاولى اللي هي يعرضوا عليه مقاطع فيديو لمارسيل كولر وهو بينضرب من الجماهير بازاز المية. الخطوة الثانية، طبعا معروف ان العقد بتاع يستروب لو تم اقالته النهارده هياخد سنتين كاملتين او سنتين وثلاث اشهر، يعني في حدود 6 مليون يورو. العقد بتاع كولر فيه شرط جزائي ان لو تم اقالته في الموسم الثاني ياخد شرط جزائي مرتب 3 شهور، يعني 3 في 220 ألف يورو، يعني حوالي 650 ألف يورو. طب هو مرتب مارسيل كولر باقيله قد ايه في الموسم ده اهو، اللي هو قبل ما نبدأ الموسم الجديد؟ يعني حوالي 3 شهور. يبقى 3 شهور بقياله لغاية ما يبقى عندنا الحق ان احنا نفعل الشرط الجزائي، والشرط الجزائي فيه 3 شهور تانية، يعني مرتب 6 شهور. يتقال لكولر بعد ما يشوف الخروج المهين لمارسيل كولر، هنقول له انت دلوقتي قعدت هتاخد مرتب 3 شهور، وفي اول الموسم الجديد هنقيلك وتاخد 3 شهور تانية. يعني هي كلها تبقى ايه؟ هتبقى مرتب 6 شهور. هتاخد المهانة وهتاخد المذلة وقيمتك التسويقية في سوق الاحتراف هتقل، وسمعتك هتبقى سيئة لخروجك المهين على يد الجماهير، وفي نفس الوقت انه تم اقالتك بعد نص موسم مع النادي الاهلي. تمام؟ ال6 شهور دول اللي قلنا عليهم، اللي هي 3 اللي بعياله و3 اللي هم الشرط الجزائي، هيعملوا حوالي يعني حوالي 1,400,000 يورو. لا، احنا نقول له انت يا ابن الناس، هنقول انك انت قدمت استقالتك وتمت التسوية بالتوافق بيننا وبين بعضينا، وتاخد لك 750 ألف يورو وتتكل على الله، واسمك طلعت بكرامتك، واسمك انت اللي سبت النادي وانت اللي قررت انك تمشي. اظن دي هيبقى فيها حفظ ماء وجه وحفظ الكرامة مارسيل يستروب، ويبقى النادي الاهلي قدر يخلص من يستروب باقل تكاليف واقل خسائر. اتمنى الفكرة دي توصل للمسؤولين
في النادي الاهلي. شكرا.